الآن أريد أن أسألكم مع كل التقدير والاحترام، هل الشيعة كافرة أم لا؟ هذا يا حبيب، لكي إذا خرج من فمكم المبارك إن شاء الله الإخوان يسمعون وليس هناك ريب. وإن شاء الله غدا أنا أزور الحبيب نجيب شو بكر، وغدا أنا خفيف إن شاء الله أذهب لأسلم وأجلس معهم عند الحبيب من كله. فأفيدونا يا حبيب، أفادكم الله، شكرا لكم. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم وأخذ بالأيدي. فيما ذكرتم في كلامكم واسمعي نسبة الاتصال سواء بنا وبالسيد عبد الله الشامي أو غيره، كل مرحبا، كل ذلك إن شاء الله يكون ثابت على وجهه. وتعرفون أن من ضرورة المتصل بأي شخص ما يكون قائم على نقيض أمره من أصله ولا نقيض مذهبه كما هو معلوم عندكم هذا الأمر. كذلك فيما ذكرت عن مذهب سيدنا جعفر الصادق، نريدك إذن تعرف أنه ما حد من شيوخنا وآبائنا خرج عن منهج سيدنا جعفر الصادق ولا خالفوا فيه. وأما مسألة نقل المسائل الفقهية فهذه لها طرق وهي محل نظر عند ذا ومحل نظر عند ذا، ولها طرق في كيفية نقلها المسائل الفقهية. فإذا علمنا ذلك نقول أن سيدنا علي العريضي كان قطعة من أبيه وبضعة من أبيه، كأخيه موسى الكاظم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ما فيهما من خرج عن المنهج الذي عليه أبوه. كما أشرت في كلامكم أن نحب الاستمساك بالمسلك الذي سلكوه، المنهج الذي نهجوه. ثم أن فرعيات الفقه واسعة في الشريعة جدا، ولا إشكال في الأخذ بشيء من فروع الفقه، بل لا يكاد هناك قول اسمه يعول عليه منسوب لأي مذهب إلا وتجد له نظير موجود في المذاهب المشهورة بين أهل السنة، له نظير فيها. هذا عندنا جماعة الزيدية في اليمن، جماعة الزيدية فرقة من الشيعة وهم من أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، وهذه الفرقة عاشوا مئات السنين، وكان بينهم وبين رجالنا وأئمتنا حسن الصلة وحسن الجوار وحسن الأدب، وكان بينهم أيضا مراسلات وبينهم مزاورات إلى غير ذلك. وكانوا في مساجدهم يصلون مع غيرهم وغيرهم يصلي معهم ومن دون أي نزاع ولا أي مشكلة ولا أي خلاف. لهم فروع في الفقه، حتى بعضهم نسبوهم حنفية بسبب توافق كثير من مسائلهم الفرعية في الفقه مع مذهب الإمام أبي حنيفة، وما هم بحنفية، القصد أنها تتوافق المذاهب ولا إشكال فيها. إذا علمت ذلك فالجواب عن السؤال أننا لا نقول بتكفير فرقة من فرق المسلمين إلا من تظاهروا بمخالفة معلوم بالدين بالضرورة وأنكروا، ولأجل ذلك ما يتأتى الحكم بالعموم،
كثير من أهل السنة يرتكبون المكفر، فإذا ارتكب أحدهم المكفر مجمع عليه مخرج من الملة بالاعتبار، يكون هذا التكفير لمرتكب هذا المكفر على العموم، وأما مخاطبته على الخصوص فلمن هم تحت ولايته من أولي الأمر، لمن هم تحت ولايته من أولي الأمر. وأما الذكر ما يكون ذكر الشخص، ولكن ذكر الفعل المكفر أو الاعتقاد المكفر، من الفعل المكفر والفعل المكفر. ولذا فأمثالك ممن يقول بأي تصور كان عنده أنا شيعي أو أنا تبع جعفر الصادق ما يتأتى تكفيره بهذا القول ولا بهذا التصور الذي قاله، ولا رميه بالكفر. فما يعتقد في مثلكم إلا تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم القرآن، تعظيم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، وإلا إرادة تنزهكم عن السباب واللعن والشتم للصغير وللكبير، فهذا الذي يظن فيكم ويعتقد فيكم ويعرف عنكم، ما يخرجكم عن هذا المسلك. كون قلت أنا شيعي، قلت أنا شيعي، بهذا تعلم أننا وعلماء وخيار هذه الأمة وخصوصا سلفنا العلوي من أبعد الناس عن التكفير، خصوصا للأشخاص أو الجماعات المسمية، حتى يبرز أحدهم ما قال صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواحا، خاصة لا يحتمل التأويل. ومع ذلك فيعالجون القضية لا بالتشهير ولا بالسباب والشتائم، ولكن باستتابته وتبيين المسألة له، وإن لم يتب برفعه إلى ولي الأمر، وينتهون عند هذا الحد ويقفون بها. فهذا المسلك الذي عليه سلفنا الصالحون. فلسنا مع التكفير بوجه من الوجوه، والتكفير مسلك الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا سيدنا علي واتباعه ومن معه، فأبى سيدنا علي أن يكفرهم. فنحن على هذا المسلك. قالوا له كفارهم، قال بل من الكفر فروا. أيوة اليوم قال أو منافقونهم، قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله كثيرا أو يذكرون الله كثير، فما نسميهم؟ قال قوم من إخواننا أبغوا علينا. في لفظ أصابتهم الفتنة فعموا وصموا، لك ما الذي يسميهم كفار والذي يسميهم منافقين؟ فهذا منهج سيدنا علي هو منهج سيدنا الفقيه، وهو منهج سيدنا السقاف والنهضار والبيروت، هو منهجنا هذا الذي نمضي عليه ونمشي عليه. لا، مع أنهم حملوا السيوف للقتال وقاتلوا خيار الأمة المشهود لهم بالفضل في القرآن، السابقين الأولين من كانوا هم المصطفين مع سيدنا علي، وذولاك يقاتلونهم، فحملوا سيوفهم على خيار الأمة وصفوة الأمة، وأبى سيدنا علي أن يكفرهم لورعه ولتقواه ولعلمه الواسع، وهو باب مدينة العلم. فعلى هذا المنهج نحن ننهج هذا المنهج، وهو مذهب سلفنا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أقول من المهم الذي نحب نهتم به، في كثير من أبنائنا وبناتنا وقفوا على مشارف التنصير وتعرضوا لأيادي النصارى، فإن جهدكم كلكم في هذا المضمار، واجب عليكم تقوموا بالتفكير الجاد بالتحسين من هذه الفتنة الكبيرة وهذه البلية العظيمة التي استهدف بها من أبناء بناتنا في أي جزيرة كانت من الجزر، خاصة اندونيسيا خاصة. ثاني، أن عدد كبير من أبنائنا وبناتنا تركوا الصلوات من أصلها، ومنهم من يؤخر ثلاث الفروض والأربع الفروض ولا يبالي ويصلي بعض الفروض، وفيهم عدد كثير ممن يجهل الواجبات العينية في الشريعة.
وفيهم متقاطعين في الأرحام، وهؤلاء تركهم لمن؟ وربما أن بعض الشدة التي نزت بين بعض إخواننا كالتنبيه والعقاب على ما فعلتم مع الواجب عليكم في هذا فأهملتم، فرجع الأمر بينكم بشكل أكبر يذكر. فهنا أماكن اتحاد واجتماع يجب التعاون عليها، الحماية من الكفر والحماية من المنكرات المجمع عليها، المنكرات المجمع عليها خاصة لهذه السلالة الطاهرة، ثم لبقية إخواننا. هذا واجب من الواجبات مهمة من المهمات ينبغي أن نهتم بها بما استطعنا. وأما الموقف من كل ما يطرأ من اختلافات، موقف الإنصاف والإرشاد والرحمة والشفقة وبذل الجهد في تبيين الحقيقة بالمستطاع، ورأب الصدع ودرء الفتنة بكل ما أمكن. هذا هو الموقف الذي يكون، ومهما استطعنا أن نصل إلى أن لا نجعل فينا سابا ولا شاتما ولا لعانا ولا مكفرا فهو المقصود، ولكن نتوصل إلى ذلك في يوم أو في يومين أو في شهر أو في سنة على حسب صدقنا واجتهادنا، نتوصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ذلك. على أنه بحمد الله أرى أنه من البعيد جدا أن يرضى أي فرد لنفسه أن يشك في كتاب الله تبارك وتعالى، بل أن يشك في سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، بل أن يشك في هدي سلفه الصالحين. كل واحد منكم بعيد عن أن يشك في كلام ربه أو كلام نبيه أو كلام حتى سلفه الصالحين، فكيف يتأتى بعد ذلك النسبة إلى شيء من مما ذكرت في سؤالك أن التكفير هذا الذي يراد بالخروج من الملة أشنع ما يكون في الوجود، ما شيء أخبث منه، ومن أقبح ما يكون فيه الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أن يتخذ مع الله شريك، هي أقبح القبائح، وقد عانت الأمة من هذا التكفير.